سيدنا ابن عباس كان في المسجد، لقى واحد قاعد مهموم كده، قال له في ايه؟ قال له عليا دين لواحد مش، قال له قوم بينا نكلمه. فالراجل استحيا من ابن عباس لانه يعني معتكف في رمضان، فما قال له يا ابن عم رسول الله يعني تقطع اعتكافك؟ قال له اقطع اعتكافي فاني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سعيك في قضاء حاجة اخيك قضيت او لم تقضى خير من اعتكافك في مسجدي هذا شهرا. قضاء حوائج الناس لو ما تقضتش، تخيل انك مسؤول وليك قريب او جار او كده، وجاء قال لك بالله عليك بكلم لي فلان، انا راجل يقضي لي مصلحه وساعدته، قضيت او لم تقضى خير من الاعتكاف في المسجد النبوي شهر. المروءه سنه من سنن النبي غايبه عن زماننا. قضاء حوائج الناس، يا سعد من تجرى على اياديهم حوائج السائلين. ينادى يوم القيامه اي ليقم اهل الفضل، اين اهل الفضل؟ فيقول قائل ومن أهل الفضل؟ يقال ادخلوا الجنة بغير حساب. فيقال لما؟ يقول هؤلاء الذين كانت تقضى على أيديهم حوائج الناس. انتوا فاكرين ان ربنا ما بيتعبدش الا في الجامع بس؟ ربنا يعبد بالورد ويعبد بالود ويعبد بقضاء الحوائج وجبر الخواطر. كل هذه عبادات اختفت في زمن المادية واحترام المادة أكثر من احترام الدين. هذا الإنسان ربنا خلقه وأكرمه وأكرم من يكرمه.